أثّرت عليّا أوي من وأنا صغيرة قصة العابد الصالح من بني إسرائيل. العابد الصالح ده كان عابد زاهد، كل حاجة بيعملها صالحة وقريبة من ربنا سبحانه وتعالى. كان في أخوة عندهم بنت ورايحين للحرب، فكروا يسيبوها فين؟ قالوا يها عند العابد. الشيطان كان سامع الحوار وموافق طبعا. سابوا البنت عند العابد. الأول كان بيحط لها الأكل قدام البيت، شوية شوية الشيطان بدأ يقول له طب ما تحط لها الأكل جوه. شوية الشيطان بقى يوسوس له أكتر، طب ما تدخل لها. شوية لغاية وليعوذ بالله ما قام بمعصية الزنا. لما قام بمعصية الزنا والبنت حملت، الشيطان دخله وقال له لا كده الفضيحة. العابد قتلها، وبعد ما قتلها دفنها. جه الشيطان لاخواتها وهم نايمين في نفس الرؤية، رؤية واحدة، قال لهم وورى لهم المكان اللي البنت مدفونة فيه. القصة دي أنا شايفاها عبرة لسبب، شايفاها عبرة إني أصلا العابد طول حياته هو زاهد عابد، يعني بيعمل كل حاجة قريبة من ربنا سبحانه وتعالى، وكانت نهايته لما الشيطان جه للعابد وهو بيتحكم عليه فقال له طلعني منها، قال له خلاص اسجد لي. فلما سجد له قال له إني أخاف الله رب العالمين.